ما أحلى الصباح وما أجمل الصباحات حينما تكون في ممرات السعادة. اليوم أنا في زيارة مهمة جدا إلى منزل الحاج عيسى المكحل، وهو دائما ما يفاجئنا بأشياء جميلة جدا. ممرات السعادة يا سادة يا كرام هي الممرات التي تمنحنا تلك الطاقة الإيجابية، تلك الطاقة المتجددة في الحياة. هنا ممر من ممرات السعادة، وجنة سيهات تزهو من جديد بزهو المطر. المطر وما أجمل المطر. الله، حتى الأفندي يا أبو حسين موجود في جنة سيهات. جنة سيهات حينما أسميتها وكأني أقصد بها المكان المريح للنفس وراحة النفس، مدعاة للسرور والراحة والاستجمام. ولذلك دائما احنا نقول الأماكن التي نحبها هي بالتالي تحبنا أيضا. الأماكن وما أجمل الأماكن المريحة للنفس هي مريحة لكل من يمر بها. هنا منزل أبو حسين المكحل في سيهات. لما نقول مكان ترتاده العائلة، والعائلة تمتد، ويرتاده الأصدقاء، والأصدقاء تمتد، وهكذا تكون الأماكن بالفعل مريحة للنفس. جنة سيهات تتجدد في كل عام. من رآها العام الماضي ليس كمن يراها اليوم. وابو حسين دائما متجدد في أفكاره، عنده أفكار يحاول دائما يحققها من خلال هذا المكان الأكثر حبا والأكثر سعادة. وهذا أبو حسين يتجول يقول أنا سعادتي، مصدر سعادتي حينما أكون في هذا المكان. لما أجلس في هذا المكان ويجلس أبنائي، يعني أقضي جل وقتي بمعنى أصح في هذا المكان اللي يمنحني السعادة ويمنحني الطاقة ويمنحني الحيوية والنشاط في كل يوم. هكذا هي جنة سيهات الحبيبة، منزل الحاج عيسى المكحل أبو حسين. الله يحفظه ويطول لنا في عمره إن شاء الله، ويجعله ذخرا لنا في كل مكان. طبعا أبو حسين ما يستغني عن المواقع الأكثر هدوءا للنفس، أكثر هدوءا للنفس اللي هو الجاكوزي. الله، خيال يا أبو حسين، كأنه كده الواحد جالس في منطقة كده. الله، نعم. ويحوس ويلوس أبو حسين ويعترس، وبعدين يجي يسلم على عصافيره. السلام عليكم، السلام عليكم. ايوه ايوه ايوه، ويجي يسلم عليه. هلا هلا بالطيبين، هلا بالحلوين، هلا. وهذه هي جنة سيهات.